السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحرشه ديال البلبوله ديال الشعير او التشيشه. كتجي بنينه واقتصاديه وسهله، ما فيهاش الدقيق الابيض وما فيهاش سميده، صحيه وبنينه. كنتمنى تتابعوا معايا الفيديو. بسم الله على بركة الله. عندي نص كيلو ديال البلبولة ديال الشعير، وعندي كاس ديال دقيق ديال الشعير، وعندي نص كاس ديال الزيت زيتون، ونص ملعقة ديال ملحة، نص ملعقة ديال الخميرة الفورية تقدروا تستغنوا عليها، وعندي ملعقة مع عمراش ديال العسل حتى هو تقدروا تستغنوا عليه. خديت هاد البلبوله غسلتها مزيان بالماء، وغسلتها شي 3 ديال المرات تحيد منها ديك النشا، وصفيتها وخليتها تقطر شويه. من بعد ما قطرات عملت لها 2 كيسان ونص ديال الماء طايب، وخليتها تشرب هاد الماء. خليتها ترتاح تقريبا شي 3 ديال السوايع. من بعد ما ارتاحت 3 سوايع، ضفت نص كاس ديال زيت الزيتون والملحه والعسل والخميره، دوبتها في شويه ديال الماء وخلطت هذا الشيء مزيان. من بعد ضفت كاس ديال الدقيق ديال الشعير وخلطت مزيان هذا الشيء وخليته يرتاح تقريبا شي 7 أو 8 دقائق. من بعد ما ارتاحت العجينه دهنت المقله بالزبده ورشيتها بالشيشه او البلبوله، رشيتها مزيان باش ما تلصقليش. ومن بعد طلقت العجينه ديالي. انا عملت الحرشه رقيقه شويه، نتوما اذا بغيتوا الحرشه تجيكم مغليطه، يعني ما تطلقوش العجينه بزاف، شويه على حسب داكشي اللي بغيتوا نتوما. من بعد ما طلقت العجينه عملتها طيب. في الاول جهدت عليها العافيه، ومن بعد نقصت عليها ملي سخنات مزيان المقله، نقصت عليها شويه وخليتها طيب على نار مهيله شويه. ملي تقلبوها المره الاولى بقاو تدوروها في المقله باش تحمر من كل جهه.
وهذه هي الحرشه ديالي من بعد ما طابت مع زيت الزيتون، كتجي بنينه. حرشه اقتصاديه وبنينه وصحيه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وكنتمنىكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم واللايكات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.